وقفنا على الصراط فمع سيدنا محمد يا رب. عندما يجتاز الصراط أسرع من البرق، فإذا وردنا على الحوض الله الله الله، وحبيبي في صدر الحوض يسقي، أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أزكى من المسك. وهناك من يرتوي بعذوبة الماء وصفائه، وهناك من يرتوي بعذوبة اليد التي تسقي. يا رب عذوبة اليد التي تسقي. وإذا وقف على أبواب الجنة وحرك حلقها فقيل من قال محمد، فقيل بك أمرنا لا نفتحها لأحد من قبلك، فتفتح يا رب معه. أعمالنا لا تجعلنا أهلا لذلك، لكن قذفت في القلوب محبة، قليب فيه محبة يا رب على ما فيه، وهو حبيبي قال المرء مع من أحب. يا رب حققنا بالمحبة تحققا يورثنا حقائق المعية، حتى ندخل معه الجنة ونسكن في جواره ونشهد معه أنوار سادتنا من أحبابك الأنبياء، نلقى أبانا آدم، نلقى سيدنا نوح، نلقى سيدنا إبراهيم، نلقى سيدنا موسى، نلقى سيدنا السيد المسيح عيسى عليهم السلام، نلقى أحبابك في تلكم الدار وفي ساحة النظر إلى وجهك الكريم. الله الله الله، ألذ ملذات الجنة يا رب. إذا تفاوتت مراتب الناس في التلذذ بالنظر إلى نورك، أسألك سؤالا لست بأهل له، لكن كرمك أهلي. أسألك أن أنظر إلى سبحات نور وجهك بمنظار سيدنا محمد. اللهم هذا المطلب وأنت الرب، أهلنا لذلك وإن لم نكن لذلك أهلا، بغير سابقة امتحان ولا أذى. اجعلنا من عبادك الذين تحييهم وتميتهم على العافية يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحقائق متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.